واحدة بتقول انا عندي شقة وعندي بنات، عندي شقة باسمي وعندي بنات ما جبتش ولاد، ينفع اكتب كل حاجتي لبناتي؟ طيب بص القصة دي يا ستي. كان في راجل تاجر كبير معاه فلوس يعني ومبسوط، كان عنده 4 بنات بس. كتب كل حاجته لزوجته، كل اللي عنده كتبه لمراته. بعد شوية، بعد سنين كتير، ربنا أنعم عليه بولدين، بس للأسف المصيبة اللي حصلت إن مراته اتوفت قبله، فأصبح هو مجرد وريث. الراجل بيحكي وبيقول أنا عيالي بيبعزقوا شقاية قدام عيني وأنا مش قادر أعمل حاجة، أتكلم معاهم يقولوا ده حقنا، ملكش دعوة. حق تعبه وشقاه بيتبعزق قدام عينيه وهو مش قادر يتكلم، أصبح زيهم. فحذاري الحركة دي أو الشيء ده يحصل، ربنا هو اللي أمر بكده، ما نجيش احنا نغير حكم ربنا، استغفر الله العظيم. يعني ربنا له وجهة نظر، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما نتدخلش في شؤون ربنا، خلي الورث يحصل زي ما ربنا كتب، ما نعلمش ايه اللي هيحصل بعد كده. ده ذنب كبير الواحد يتحاسب عليه، فحذاري، وربنا يعصمنا كلنا.